انت عارف ان التمرين ده هيغير جسمك بس مكسل، عارف المذاكرة دي هتنجحك بس فاتح فيسبوك. اغلب الناس فاكرة ان عشان تعمل حاجة لازم تكون عايز تعملها، لازم يجيلك المود او الموتيفيشن. خليني اقول لك الحقيقة القاسية اللي صدمتني: لو فضلت مستني المزاج عمرك ما هتعمل حاجة. في الفيديو ده مش هديك نصيحة تبدأ بس تقليدية، لا، هديك سيستم بيولوجي وعقلي هيخليك تعمل اللي وراك حتى لو انت ميت من الكسل. ركز معايا، 5 دقايق يغيروا طريقتك في الشغل للابد. المشكله ليه مش بنعمل اللي علينا؟ ليه بيبقى صعب جدا نقوم من السرير او نسيب الموبايل؟ المخ البشري مبرمج يوفر طاقه ويهرب من الالم. لما بتفكر في المذاكره او الجيم عقلك بيشوف ده كالم او مجهود كبير، فبيعمل ايه؟ بيهرب لاسهل حاجه بتدي دوبامين سريع: الموبايل. الخطأ الكارثي اننا بنستنى الشعور بالرغبة قبل الفعل. الحقيقة الفعل بيجي قبل الشعور. لما تبدأ عقلك بيقتنع الموضوع مش مؤلم، فبيجي لك الدوبامين بعدين. طيب، الحل ايه؟ الحل 3 خطوات. ازاي نكسر الدايرة دي؟ خد ال3 خطوات دول. اول قاعدة، قاعدة تفكيك الوحش، تشانكينج. ازاي يعني؟ ايه الكلام دوت؟ طيب هقول لك انا تفكير الوحش: ما تقولش اذاكر الماده دي، قول هقرا اول صفحتين بس. صغر الهدف لدرجه ان عقلك ما يبقاش شايفه قلم اصلا. او لو عايز تروح الجيم حضر الهدوم من بالليل. لو عاوز تذاكر اقرا اول صفحتين. فانت كده تبقى عملت ايه؟ عملت شانكينج، اللي هو تفكيك المهمة الكبيرة قوي لمهام صغيرة. طيب بعد كده ريدوس فريكشن، ده الحل التاني: إزالة الاحتكاك. اقفل الموبايل وحطه في أوضة تانية، خليه أسهل حل أو أسهل حاجة تعملها. أصعب تكسل، أسهل تعمل الحاجة. طيب تالت قاعدة، ال5 دقايق. قول لنفسك هشتغل على المهمة دي 5 دقايق بس، لو عايز أوقف بعدها هوقف. سرها إن أصعب جزء هو رول البداية، بمجرد ما تبدأ غالبا هتكمل. مثال: فاكر يوم كنت قاعد قدام اللابتوب والبحث قدامي ومش قادر اكتب كلمة؟ كنت المفروض اخلص بحث طويل جدا، كنت باجل اسبوع ورا اسبوع. قررت اطبق قاعدة ال5 دقايق، فقفلت كل حاجة وظبطت تايمر 5 دقايق، وقلت هكتب عنوان البحث والمقدمة بس. بدأت ال5 دقايق خلصوا، لقيت نفسي مشحون ومندمج. كملت ساعة. المشكلة ما كانتش في البحث، المشكلة كانت من الخوف من البداية. بص، الشجاعة مش انك ما تخافش، الشجاعة انك تتحرك وانت خايف. الكسل مش فيك، الكسل في نظامك. جرب النهارده بس، اصعب حاجه مأجلها طبق عليها قاعده ال5 دقايق. سؤالي ليك في التعليقات: ايه هي الحاجه الواحده اللي لو عملتها النهارده يومك هيبقى منتج وهتحس براحه نفسيه؟ اكتبها في التعليقات وارجع هنا بعد ساعه وقول لي عملت ايه. انت مع دردشه عميقه. ولو عجبك الفيديو ده ما تنساش اللايك او الاشتراك عشان نكبر الوعي ده مع بعض. سلام.